السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وسعادة ودايما متجمعين مع بعض في الخير، انتوا ولادكم وحبايبكم كلها. يلا يا ولاد تعالوا نعملوا حتة كيكة حلوة كده، بينما ايه عسل. هنجيب اول حاجة، هنجيب 3 بيضات ونحط عليهم شوية فانيليا. برافو عليكم. وبعد الفانيليا هنحط ايه؟ هنحط شوية خل بمعيار تقريبا معلقة ونص. ماشي. هنفضل نضرب فيهم كويس جدا 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 لحد ما يتجانسوا مع بعض، ونبدأ ننزل ببقية المكونات. طبعا احنا في المرحلة ديت بندخل لها هوا جامد جدا. ممكن حضرتك تعمليه في الخلاط، ممكن في مضرب البيض، حاجة ترجع لك انتي. وهنجيب نص كوباية سكر. انا عن نفسي عملتها بنص كوباية سكر، انتي عايزة تزودي تخليها كوباية براحتك، دي حد راجعه لك انتي وراجع للتست بتاعك. انت بتحبي ايه؟ بتحبي الحاجه مسكره ولا تحبيها معقوله ولا ايه؟ انا عن نفسي حطيت نص كوبايه سكر وكانت معقوله جدا جدا. هنيجي بعد كده هنحط نص كوبايه زيت. نص كوبايه زيت بس يا امل؟ لا، هنحط عليها معلقه ونص سمن بلدي او براحتك، دي حاجه ترجع لك برضو. بس الحاجات اللي انا بحطها الزيادات دي بتعلي من التست بتاع الكيكه جدا وبيخليها في حته تانية خالص. هنبدأ ندوبهم مع بعض، كل المكونات السايلة كويس جدا علشان يتجانسوا مع بعض قوي قوي قوي، وتطلع لنا احلى كيكة، وتكون في نفس الوقت كيكة هشة ولذيذة. تمام كده يا ولاد؟ تمام. بعد كده هوت هننزل بمكون تاني. طبعا ده رشة الملح لا غنى عنها، علشان بتعادل السكر مع الملح. خلاص كده. فاحنا برضو بندوبها علشان ما تتكتلش في حتة واحدة بس. بعد كده هننزل بكوباية لبن وهنرب فيهم تاني او نخلط فيهم تاني. طبعا انت حضرتك ممكن تعمليها برضو في الخلاط عادي، دي حاجة راجعالك هتدخلي فيها هوا، بس هي عشان كيكة سريعة مش مستاهلة اي حاجة يعني. بس ممكن تعمليها في دور الخلاط، ممكن تعمليها على ايدك. ايه ده يا ولاد؟ ده دقيق ذرة؟ لا والله مش دقيق ذرة، ده دقيق ايه؟ دقيق التلبينة او دقيق الشعير. ايه ده؟ هو ينفع بدقيق الشعير؟ اه والله انا عملته كان طعمها رائع جدا. حطيت كوبايتين من دقيق الشعير عليهم كوباية واحدة من دقيق العادي، وقعدت خلطت فيها كويس جدا وطلع طعمها رائع جدا جدا. عندنا معلقتين كريم شانتيه اللي هو غير محلاه، وعندنا معلقتين دقيق لبن بودرة، نص معلقة من بيكنج باودر، وربع معلقة من كربونات الصوديوم. تمام. تمام. ونخلط فيها كويس جدا يا ولاد، كويس قوي 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 قوي. والله طعمه حلو جدا وعجبني قوي. هو صحيح ما كانش عندي دقيق ذرة، طب ايه نقف يعني؟ ما ينفعش ما نعملش؟ لا طبعا عادي نشتغل، نحط بدايل لكل حاجة. ماشي. قعدنا نقلب فيها، بعد كده جبت المكون اللي هو السائل، يعني السوائل اللي مع بعضها، لفتها شوية ونزلت بقى بالمواد الجافة حبة حبة. زي ما انتوا شايفين بنزل بيها حبة والف حبة والف علشان ايه؟ القوام بتاعها يوصل للقوام اللي انا عايزاه. بس دقيق الشعير يا ولاد انا حسيت ان هو اتقل سنة من الدقيق بتاع دقيق الذرة. بس والله طعمه كان جميل جدا وحلو قوي قوي، يعني طعمه حلو. انا بفكر يعني ان انا بعمله على طول، ان القيمة الغذائية بتاعت الدقيق بتاع الشعير افضل من الدقيق الذرة. وبعدين الدقيق الشعير مش بعيد علينا، احنا اصلا بنعمل تلبينة على طول، بنعمل تلبينة. فايه المشكلة ان احنا نعملها كيكة؟ فيعني عادي يعني، كل حاجة احنا ممكن نعمل لها بدائل ونعمل لها تغيير وإعادة تدوير. ايه المشكلة يعني ان بدل ده نحط ده؟ تمام. اهو بننزل على بقية الدقيق. احنا عندنا طبعا زي ما قلنا دول 3 كوبايات من الدقيق، 2 شعير وواحدة دقيق عادي. خلاص. ونفضل نلف فيهم بالراحة علشان ما نطلعش الهواء اللي احنا دخلناه. نفضل نلف فيهم كويس جدا. طبعا انا بعد ما خلصت الكوباية دي، بصوا بوريكم القوام. القوام لسه كثيف شوية، فجبت نص كوباية لبن وفضلت احط فيها حبة حبة علشان ايه؟ القوام يبقى متجانس وحلو. تفضلي هي اخدت بصراحة، اخدت مني نص كوباية لبن تاني زائد معلقتين. فاهو بصوا انا بلفها واشوف القوام، الف واشوف القوام علشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه. اهو زي ما انتوا شايفين كده.
نفضل نلف ونشوف نلف ونشوف. هي اخدت نص كوبايه كلها وعليهم معلقتين اهو زي ما انتوا شايفين كده. اللي بيحكمك في كميه السوائل الدقيق اللي معاكي. ممكن الدقيق معاكي انتي ما ياخدش الكم ده كله، انا اخد كده، فيعني هو ده بيرجع برضو ايه للكم بتاع الدقيق، ماشي، او نوعيه الدقيق نفسها. اهو اخدت النص كوبايه، وفضلت ايه يعني ايه برضو اربها اهو زي ما انتوا شايفين علشان اوصل للقوام اللي انا محتاجاه. وبعد كده اهو شايفين ده القوام اللي انا عايزاه، اللي هو عملت لنا اللي هو المنقار بتاع الكتكوت ده. جبت صينيه دهنها سمنه بلدي حلو جدا جدا جدا، بدرتها. ايه اللي بهرتها ده؟ معلش. بدرتها بالدقيق طبعا، ماشي يا حبايبي. وبعد كده طبعا عشان الكيكه ما تلزقش، ونزلت بقى بالخليط واحده واحده كده معانا اهوت. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، والله تحفه تحفه تحفه، جميله جدا جدا جدا. جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي. واذا عجبكم الفيديو يا اولاد ما تحرمونيش من اللايك والشير. يا احلى متابعين في الدنيا، متابعين مطبخ على قد ما اسم مع امل. هنا اهي بعد ما طلعت دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين، بصوا اللون ولا اروع من كده يعني. فجيت بقى رحت مقطعاها. انا استنيت عليها شويه معلش عشان تبرد لانها كانت سخنه جدا، وبعد كده قطعتها اهو زي ما انتم شايفين. يعني طبعا الولاد كانوا مستعجلين عايزين يدوقوها وكده، فتمام يعني مش معلش مش مشكله. فاهي بس انا يا ريت انتوا بقى تستنوا عليها لما تبقى تبرد يعني اهوت. بصوا كانت عامله، انا رشيت عليها يا ولاد رشه دقيق، رشه لبن بودره دي ايه، رشه لبن بودره هو اللي عطلها اللون اللذيذ ده خالص خالص خالص. فكان جميله قوي والله، وكانت عامله زي طبقه قشريه كده لذيذه قوي. فبصوا انا بحاول اطلعها لان هي كانت لسه ما بردتش يعني. هنا اهي بعد ما طلعتها بصوا ما شاء الله عليها، بصوا الطراوة بتاعتها اهي، هشة. بصوا هشة ازاي، بصوا هشة وجميلة خالص 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 اهي. هي دي اتقطعت مني وانا بطلعها، بس ما يمنعش ان هي هشة قوي وطرية جدا جدا جدا. اذا عجبكم الفيديو ما تحرمونيش من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا، متابعين مطبخ على قد ما اسم مع امل. ان شاء الله كل اللي انتوا كل جديد هيوصلكم، بس اهم حاجة اضغطوا على الجرس. واحنا بحبكم جدا 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 في الله، ما تحرمونيش من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا.